من قريب كنت عملت فيديو عن الار 8 في العاصمة للقطاع السكني لكل العملاء اللي عايزة تشتري شقق، وقلت لحضرتك ان في شركتين مهمين جدا ركز عليهم. هقول لحضرتك على شركة منهم دلوقتي وهي شركة ارتال. من يوم ما اشتغلنا في العقارات في التجمع ولما بنمشي في كل الاحياء اللي في التجمع بنلاقي شركة ارتال ليها مشروع واتنين لحد ما بيوصلوا لاكتر من 250 مشروع موجودين في التجمع. يعني بكلم حضرتك على أكتر من 2500 أسرة عايشة في مشاريع شركة أرتال. النهاردة شركة أرتال خدت 28 فدان في لوكيشن حلو جدا في الار 8 في العاصمة، والعميل النهاردة محتار من وسط المشاريع الكتير اللي نازلة لونش. هدي لحضرتك معلومات واضحة في الفيديو ده. شركة أرتال تعالى احجز فيها عشان سابقة أعمالها، عشان مستوى الصيانة اللي موجود في مشاريعها. الشقة الغرفتين مقدم حضرتك 370,000 وقسط حضرتك في الشهر هيكون 30,000 والمساحة متوسط 110 متر. أما بالنسبة للشقة الثلاث غرف متوسط المساحة 160 متر، متوسط السعر 5,200,000، مقدم حضرتك 10% 520,000 وقسط حضرتك في الشهر هيبقى 40,000 جنيه. أما بالنسبة للدوبلكس 7,500,000 برضو على 10 سنين، المساحة 230 متر، المقدم 750,000 وقسط حضرتك في الشهر متوسط 56,000. في فيلل موجودة مساحتها 230 متر ب 16 مليون برضو 10% والبيع على 10 سنين. الاستلام للمشروع الجديد اللي في الار 8 لشركة أرتال هيبقى بعد 4 سنين. وما تفرحش ان في شركات كتير نازلة بسعر متر اقل من أرتال، لان انا الموضوع عندي مش موضوع سعر متر بس. انا اهم حاجة عندي ان العميل يستلم بيته في ميعاده، ما يبقاش في مشاكل ما بين العميل والمطور زي ما في عملاء كتير فيها مشاكل ما بينها وما بين المطورين، ويستلم بجودة عالية. عشان كده خليك في أرتال، لانه مسعر التسعير اللي فعلا يخليه يسلم بأعلى جودة موجودة في العاصمة وفي الار 8. اضغط على لينك الواتساب لو حابب انك تعمل استمارة حجز دلوقتي. التسكين بإذن الله هيبقى في خلال من 15 ل 20 يوم. ودايما نعمل مقارنة بحيادية ما بين الشركات اللي في الار 8 ونقول لحضرتك مين الشركات اللي تستاهل ان انت تشتري فيها ومين الشركات اللي حضرتك تبعد عنها، ونكون دايما عند حسن ظنكم. خليك مع أرتال. شكرا جدا ليك.